انت منين اصلا؟ من الجزائر. منين في الجزائر؟ وهران. اشتغلت فين؟ مصر الزمالك. تمام. الزمالك ده عشاني ولا عشان انت بتشجع الزمالك فعلا؟ لا قلت لهم الزمالك قبل ما يقولوا لي انك والله تمام تمام. السلام عليكم. صديقنا الجزائري اللي بيشجع نادي الزمالك شرفنا عشان بيعاني من عدم تناسق أجزاء الأنف مع بعضها البعض. لو بصينا هنا هنلاقي ان عرض الأنف من أعلى عريض بنسبة كبيرة جدا، عظام الأنف من أعلى عريضة يجب نحتها. المشكلة الثانية اللي بيعاني منها هي أرنبة الأنف المشقوقة. زي ما احنا شايفين النقطتين دول، المفروض أرنبة الأنف يتم ضمها لتصبح نقطة واحدة. غضاريف الأنف من أعلى المكونة لأرنبة الأنف عريضة إلى حد كبير، بالإضافة إلى عرض ظهر الأنف الذي يجب ضمه ليصبح هرمي أو مثلث الشكل. باختصار نقدر نقول إن الحالة دي نموذج واضح للأنف العريضة. كيف يتم تصغيرها ونحتها ده اللي هنشوفه إن شاء الله. دعواتكم وننزل لكم النتيجة بعد العملية مباشرة إن شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميلة. صديقنا الجزائري اللي كان بيعاني من كبر عرض الأنف سواء على مستوى العظام أو مستوى أرنبة الأنف أو مستوى عرض الأنف من أسفل، قاعدة الأنف من أسفل، تم تصغير عرض الأنف في المناطق الثلاثة. عظام الأنف من أعلى تم نحتها وضمها زي ما احنا شايفين لتصبح أنف منحوتة. عظام أرنبة الأنف كمان تم تصغيرها ونحتها وأصبحت مور ديفايند وسبورتد، ما تقعش أثناء الضحك. وقاعدة الأنف من تحت تم تصغيرها، بالإضافة إلى إصلاح إعوجاج الحاجز الأنفي من الداخل لإصلاح مجرى التنفس. وصديقنا إن شاء الله هيرجع للجزائر يستمتع بتنفس أفضل وضحك أجمل. شكرا لكم.